حضرت حكة شامية ديري فيها كيلو 300 جرام لشهر سيدي رمضان الفضيل، وأكيد تجيكم أبن من اللي تتباع من المحلات. حاجة نظيفة وزيت سهلة في التحضير، تجي فوق صحفة الدراع بنا رمضانية إنويتكم ومن شهيكم. بديت بالسكر باش نرحيه في الطاحونة لين يولي غبرة، وهي حوسة حوسة رحيت كمية كبيرة واستحفظت بها. نسكر الطاحونة بالباهي ونحطها ترحي من با لحظات، والسكر المحور متاعنا حضر، وبالطبيعة 100% سكر ما غير حتى إضافات. والكمية اللي تترحى نفرغها في حكة بلار محكمة الغلق. من بعد كملت فرغت كمية السكر وتعديت باش نقلي الجلجلين. بالنسبة للجلجلين الشامية راهي تجيب الجلجلين الأبيض مش الجلجلين الأسمر، وفي مقلة على الغاز وعلى نار ضعيفة نصب 500 جرام جلجلين أبيض، ونقعد ديما نحرك ما نغفلش عليه جملة لين يتعرج مشيرات الكل بالتساوي. وهذا الجلجلين بعد ما تعرج كيفاه ولا لونه، ردوا بالنا نحمروه أكثر من اللازم باش ما يعطينيش مطعم المرارة، وهو مازال سخون باش نرحيه في الطاحونة لين يقر زيته. مش نصب كمية قليلة كل مرة ونرحي، وفي كل مرة نهبط الجلجلين اللي على جناب ونعاود نرحي. توضيح صغير: الطاحونة راهي ما ترحيش الفاكهة غبرة، راهي قوية برشا، وفي ساعة الفاكهة تقر زيتها وتولي بات. نكمل نحط الجلجلين اللي قعد، وبويسك الطاحونة متاعي ترفع 500 جرام، على هذاك رحيت الكمية الكل مع بعضها. توا الجلجلين سي يقر زيتو، نهبط لجناب ونعاود نرحي آخر رحية ونهزها ونجيبها باش تعاوني في الرحيان، وفي كل مرة نحلها راني نقص عليها الضوء من قبل. طولت عليكم الفيديو، ولكن كل مرة تسألوني على غوبو اللي نستعمل فيهم، هاوكا جاوبتكم. وللي انتريسي تو نحط لكم الباج اللي خديت من عندها في تعليق مثبت. سيي البات متاعي حضرت ما شاء الله، جات رطبه بالباهي. نفرغها في حاجه غارقه، والكونتيتي اللي قعدت في الاخر نهبطها بالمغيز. وبالنسبه للتنظيف راهي الطاحونه ما تتغسلش، يلزم ننظفوها بالشايح بعد ما نفرغوها بالباهي. نستعمل بابيي مبلول شويه وننظف بيه لين تنظاف بالباهي، والخطا عادي راني نغسله ولكن ننشفه بالوقت باش نستحفظ على الماكينه متاعي. وتعديت نوزن توا في الزيت، وعلى 500 جرام جلجلين نستحق 100 ملي زيت نباتي. ومن المستحسن نستعملوا زيت باهي كما زيت الذرة، زيت عباد الشمس، ونبعدوا على متاع القليين ولا أي زيت مصور فيه فريت، راهو يعطي مطعم خايب. وهكا المكونات الكل حضرت، نتعدى ونحضروا الطحينة اللي هي عبارة على عجينة الجلجلين مع زيت نباتي. لذا خذيت الميكسور بلونجون وباش نصب كمية الزيت على مراحل، وكل مرة نعمل رحية باهية ونقعد كل مرة نزيد الزيت بشوية لين يكمل معايا. هكاكا نتأكدوا اللي الزيت تمازج مع عجينة الجلجلين بالباهي، وحتى كي نستحفظوا بها الطحينة الزيت ما يطفوش من الفوق ويقعد ديما القوام متجانس. وهذا القوام تاع الطحينة كيفاه لازم يكون. وتعديت توا نزل في الكمية اللي حضرناها بالنسبة لجماعة اللي يحبوا الرسيت بالجرام. جاتني بالضبط 545 جرام، واصل الريسيت راهي بالكيل. نشوف النيفو اللي وصلت له الطحينه، وبنفس الصحفه نكيل صحفه سكر محور جاتني 400 جرام، والا اقل شويه حكيت 380 جرام. وصحفه حليب بودره فيها 300 جرام، والحليب البودره راهو ضروري في الوصفه وما نجموش نعوضوه بحتى مكون اخر. وقبل ما نخلطوا الشاميه نمشيو نقليو الفاكهه باش ما تنديش معانا، لان استعملت شويه بيستاش كونكاسي، لوز كعب، شويه فستق للزينه. والفاكهة كما قلت لكم راهي تتقلي ما تتعرجش باش ما تنديش، وهذه نفس الطريقة اللي يعتمدوها المصانع. الزيت يكون مش حامي برشا باش الفاكهة ما تتحرقش معانا، دوب ما نقليوها شوية أول ما تبدأ تكتك نخرجوها. ردوا بينا راهي في ساعة نجم تتحرق، نخليوها تستقطر بالباهي ونخليوها تبرد في عقلها. وبنفس الطريقة قليت الفستق، ولكن خليته أقل وقت، ديريكت حطيته وخرجته. وكي نقولوا حاجة ديري أكيد نقولوا الفخار التونسي. باش ناخد صفاية ونبدأ نغربل الحليب البودرة. بعد ما غربلناه بالباهي نتعدى ونغربلو السكر محور باش يتنحاو منه الكعابر. توا نخلطوا المكونات الجافة الكل مع بعضها. رشة الملح راهي مهمة جدا لدورها في تعديل المذاق وإبراز النكهة. مغرفة عسل هي اللي باش تعطينا التعليكة، وراهو تنجموا تستعملوا عسل وإلا جلوكوز، الزوز عندهم نفس الدور. اخر مكون الطحينة اللي حضرناها مع بعضنا، وبيان تنجموا تشريوها حاضرة. نصبوا كمية قليلة ونخلطوا بشوية للمكونات الكل تتجانس مع بعضها. من بعد نكمل نصب بقية الكونتيتي ونخلط بالباهي. في المرحلة هذه نتعدى ونلموا باليدين من الاول باش تظهر لكم اللي هي مازالت تتفتفت وناقصة طحينة، ولكن هذا هو القوام المثالي للشامية.
تلموها في يديكم تتشكل معاكم بودان بكل سهولة. معناها الشمية متاعنا حضرت. نزيد كمية قليلة من البيستاش كونكاسي ونخلط لين يدخل بالباهي في الخليط. وتوا خذيت حكة الشمية وباش نبدا نصب شوية، وكل كونتيتي نصبها نرصها بالباهي باش تولي قالب واحد. تنجموا تستعملوا اي حاجة ترصوا بها، انا لنا استعملت الكيس المعياري. نزيد نحط كمية اخرى وكيف كيف نرصها بالباهي، من بعد نصب اخر كمية وننزل عليها بالباهي لين سي ولات قالب واحد. بعد ما رصينا الشامية متاعنا في الحكة، خذيت اللوز اللي قليناه مع بعضنا بعد ما برد وزينت به الشامية من الفوق، وكملت بشوية وردات بالفستق البلدي التونسي وشوية أنصاف في الوسط. نغطيها ونبيتها ليلة كاملة في الثلاجة باش تتماسك في عقلها. وسيي الشامية متاعنا حضرت. متزين تقولكم انا ومن البنة تقولكم انا، تقول واحد يقعد يغزر لها وما ياكلهاش. ولهنا راني وزنتها لقيتها كيلو 320 بالضبط من غير ميزان الحكة، يعني شامية صافي. وهيا نتعدى ونذوقوها مع بعضنا. قصيتها ابراج ابراج كيما نقصوا البيتزا، وشوفوا لنا كيفاه تماسكت والمرسو خرج قالب واحد. ذوقت منها للعائلة والناس الكل عجبتهم، واكيد اكيد اللي انا ما عادش باش نشري شامية من الشارع وباش نعود نعتمد نفس الطريقة ونعود نحضر بها الشامية. وراهي تصبر معكم بالباهي. لو فات تحطوها في حكة محكمة الغلق والا حكة الشامية كيف ما عملت انا، راهي تصبر معكم بالباهي. وراني ما خبيتهاش في الثلاجة، خبيتها في خزانة الكوجينة، قاعدة شادة روحها بالباهي. طرية بالباهي، انت تمسها وهي تتفتفت، ما تجيش يابسة جملة وتذوب ذوبان في الفم. وكما قلت لكم راهي تجي فوق صحفة الذرة في سهرية رمضان والا في السحور، تجي شادة روحها وما تذوبش بسخانة الذرة. ان شاء الله فكرة اليوم تكون عجبتكم، ونتقابلوا في برشا بنا رمضانية في الفيديوهات القادمين. على بروشين فيديو.